بعد غياب 7 سنين من غير ولا فيديو واحد على اليوتيوب، قررنا نرجع والبداية أفريقيا. الحمد لله منتخب مصر ما رضاش إن إحنا نطلع لأول مرة على اليوتيوب من 7 سنين ويبقى مخيب ظننا يعني. فالحمد لله قدرنا في الوقت القاتل بقيادة محمد صلاح نفوز على منتخب زيمبابوي 2-1. المباراة كانت في متناول جدا، أنا معرفش إحنا صعبناها وكهربناها على نفسنا كده ليه. فرقة زيمبابوي دي واحدة من أسوأ الفرق أصلا اللي هتشوفها في ال 24 فرقة اللي في أفريقيا. فأنا ما فهمتش أوي إحنا صعدنا الماتش ليه؟ الماتش ده كان يخلص 3-4 صايمة يعني عادي. منتخبنا بدأ بتشكيلة مكونة من محمد الشناوي في حراسة المرمى، باك رايت هاني، ليفت محمد حمدي، قلبين دفاع ياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد. وعندي تعليق شوية على موضوع الدفاع ده. بصوا يا جماعة، أنا ما شفتش قبل كده ياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد بيلعبوا مع منتخب مصر ماتش مع بعض يعني. شفت ثنائيه ياسر وربيعه، بس شفتها في الاهلي وشفتها مع منتخب مصر. انما حسام عبد المجيد وياسر دي صعبه، كانت صعبه جدا. بس بنخش في تفاصيل الماتش يعني. في نص الملعب حمدي فتحي ومروان عطيه. مش متفاهم ان انت ممكن تكون بتلعب مستوى رابع زي زيمبابوي وبتلعب باتنين نص ملعب، الاتنين ستة ليه؟ احنا ما بنلعبش ريال مدريد يعني. فرقه انت زي ما انت شفت على الله هيسيب لك الكرة وبتدافع جوه منطقه جزائها. الفرقه دي كنت بتلعب معاها، بتلعب باتنين مهاجمين صراحه اصلا. المهم قدامهم امام عاشور، صلاح وتريزيجيه ومرموش مهاجم صريح. منتخب مصر بدأ بداية موفقة يعني في أول 10 دقايق أو أول ربع ساعة. أهدرنا 4 فرص: كرة إمام عاشور، كرة تريزيجيه اللي كانت أسيست صلاح، شوطة مروان من بره المنطقة، شوطة مرموش. فأنت كنت كويس. فجأة بعد ما كان رتمك عالي وأنت ماشي كويس والجون جاي، الفرقة اللي هتاخد 3 4 صايمة عادي، فجأة تراجعت وفجأة استقبلت هدف. الهدف ده يا جماعة، الناس اللي بتابعة الدوري المصري، الهدف ده كربون من اللي بيخش في الزمالك في الدوري. يعني حسام عبد المجيد السحبة اللي المهاجم اللي بيغفلك يعني، بيطمعك وبتروح معاه وفجأة بيسحب ويروح هو لوحده. ده اتعمل فيك في ماتش الجونة، اتعملت فيك في ماتش وادي دجلة. فاخطاء دي او اللي شبه دي المتكرره حسام عبد المجيد، معرفش محتاجه ايه، بس هي اكيد لها حل يعني. ولو اني كنت ارشح ثنائيه ياسر ابراهيم ورامي ربيعه. وبالمناسبه احنا البطوله اللي فاتت اعتقد كان قلبين الدفاع بتوعنا الاساسيين منعم وحجازي. والبطوله اللي قبلها كان استنى، كان منعم والونش تقريبا وحجازي اتعور برده ومش عارف يعني. كان سكواد برده كويس وكان ايمن اشرف موجود. اللي قبلها كان علي جبر وحجازي. ثنائيه ياسر ابراهيم وحسام عبد المجيد هي الاسوأ مقارنه بكل اللي فات ده. المهم هنكمل قبل تبديلة مصطفى محمد. محمد الشناوي. آه هو مهزوز، هو ما راحش عليه غير الجون وكرة تانية اتشاطت كده. بس والله العظيم لأي حد بيحب الكورة وبيتفرج على كورة، محمد الشناوي يا جماعة باين قوي ان هو مهزوز قوي. انا ما اعرفش ليه، ومش عارف ليه ماتش يبقى الجولة الأولى منتخب ربنا يرزقك بمنتخب زي زيمبابوي وتكون انت مهزوز بالدرجه دي. انا مش عارف، ده مفيش، انت ما بتلعبش فرقه من شمال افريقيا ففي ضغط جماهيري. ما بتلعبش فرقه مستوى اول في افريقيا زي السنغال وكوت ديفوار مثلا، فانت مهزوز. انا مش عارف. آه، كل ده تمام، استقبلت الهدف لحد ما كلنا واحنا قاعدين فجاه لقينا منتخب مصر هيعمل تبديل في الدقيقه 30 او 31، وهو نزول مصطفى محمد. اي واحد بيتفرج فينا كده قال لك بس مصطفى محمد هينزل، من احنا محتاجين نهاجم. هعمل حاجه انا قناعتي كانت حاجه من الاثنين: يا انا هسحب مثلا من الاثنين نص الملعب مروان او حمدي فتحي، انا هسحب واحد من الاثنين خلاص والعب باتنين مهاجمين صراحه. يا ممكن اسحب مدافع وانا كنت ارجع مثلا حسام عبد المجيد خلاص، وارجع حمدي فتحي يلعب قلب دفاع وانزل مصطفى محمد. يعني دول الحاجتين اللي كان ممكن يحصلوا. انما ان حضرتك تسحب امام عاشور اللي هو كان كويس في اول ثلث ساعه نص ساعه، دي غريبه. حتى بين الشوطين في الاستوديو التحليلي استغربوها. بس انا هفترض حسن النيه لان انا في قناعه كده عندي هقولها بعدين في الفيديوهات يعني. بس انا هفترض المره دي حسن النيه وان هو سحب امام لانه شايفه مش مركز او ممكن البدني مش هيسعفه يعني. هاخدها بحسن نيه. ولو ان انا من تقييمي لشخصيه زي حسام حسن، الموضوع ده يعني مش المهم. خلينا نعدي الحته دي.
بس بعدين تسديدة مرموش في العارضة. وبالمناسبة مرموش هو مان اوف ذا ماتش النهارده، يعني لو حسام حسن هيدوا مكافآت للعيبة يعني على فوز على زيمبابوي. عمر مرموش هو اللي ياخد المكافآت بتاع كل اللعيبة. عمر مرموش مفيش حاجة النهارده عملها في الملعب، مفيش حاجة قصدي النهارده عملها في الملعب او كمستوى اللي وصل له اي لعيب تاني في منتخب مصر. الراجل بينزل يستلم من قلوب الدفاع، الراجل بيلعب وينج، الراجل بيلعب 10، الراجل لعب على الجون كمهاجم، اتطرف في الوينجات، فالراجل مفيش حاجه ما عملهاش. بس خلص الشوط الاول قدام المنتخب المتواضع اللي هو زيمبابوي بتقدمهم 1-0. المنتخب ده كله على بعضه في الفيديو حتى اللي هتلاقيه توقعاتي للبطوله اللي هينزل بكره، او توقعات الفئه المتاهله دور 16 في البطوله دي يعني. الفرقه دي كلها ما فيهاش غير ناكامبا، ده اللي ممكن احنا نعرفه، اللي كان بيلعب في اللي بيلعب حاليا في لوتون تاون، وقبل كده كان بيلعب في استون فيلا. ده الاسم اللي ممكن تشوفه مميز، هو كابتن الفرقه يعني. غير كده على الله خالص الفرقه دي يعني. الشوط الثاني بدأ بنفس طريقه الشوط الاول، انت برضو بادئ كويس. بالمناسبه يعني في احصائيه بعد الماتش ان منتخب مصر شاط 34 كوره في ال 90 دقيقه، منهم 11 اون تارجت. استحواذك 80%. فانت بتلاعب فرقه والله ملط، منتخب ملط يعني. انت هتشوف جنوب افريقيا انجولا هيعملوا فيه ايه، انت اللي صعبت الامور على نفسك. المهم انت بعد بقى طبعا ما الماتش صعب عليك بدأت ترمي كل اوراقك، نزل سحبت تريزيجيه. بس انا قبل سحب تريزيجيه انا عايز اتكلم على جول مرموش نفسه، وكان تريزيجيه في الملعب. دي اعتقد المره الوحيده اللي مرموش راح لعب وينج، يعني دي المره الوحيده اللي انا شفتها في الماتش كله. مرموش راح وينج، مرموش طول الوقت كان نص ملعب ومهاجم، او حتى بينزل يستلم من قلوب الدفاع. فالمره الوحيده اللي راح ناحيه تريزيجيه اللي هو ما عملش اي حاجه النهارده خالص وفق فيها. ما زلت عند كلامي، انا شايف ان تريزيجيه مش شايف حتى مع الاهلي آه، يعني المهم حتى ابراهيم عادل لما نزل كان افضل من تريزيجيه، يعني تلت ساعه لعبهم ابراهيم عادل كان افضل من تريزيجيه. تعادل من مرموش بمجهود فردي من اسيست من محمد حمدي، اللي انا حابب اتكلم عليه كده في عجاله يعني. محمد حمدي لعيب او شخص مؤدب جدا ومحترم جدا، بس انا مش متخيل ان الجبهه اللي كان فيها محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه، وكان فيها سيد معوض، وكان فيها اساطير على مر التاريخ، وربيع ياسين بقى، يعني لو ترجع بقى للزمن بقى قبل كده، مش متخيل ان يكون الباك اللي فيها اساسي بتاع منتخب مصر محمد حمدي. هو شخص والله محترم جدا مؤدب جدا، بس ده ملوش علاقه بالكوره، بانتقادنا ليه كوره يعني. كنت اتمنى انه فتوح يبدا واظهر، يعني انت لو عايز انت كحسام حسن تبروز فتوح نزله. شوف لو الناس قالت لك مثلا، يعني احنا بنطلب ان هو ينزل وانت شايف مثلا هو بدنيا وحش، العب اديله تلت ساعه، دي نص ساعه، فرجنا عليه نتاكد هو فعلا البدني بتاعه ظابط ولا لا. انما محمد حمدي 80 دقيقه كتير كتير قوي يعني. الشوط الثاني الفرقه طبعا تراجعت، فرقه زيمبابوي رجعت لحد منطقه جزائها، وانت بتلعب كروسات كتير، وانا مش شايف بتلعب كروسات كتير ليه وانت بتلعب بمصطفى محمد لوحده. يعني انت اتفهم ان انت بتلعب كروسات كتير ده لو انت بتلعب مثلا بمصطفى ومرموش الاثنين في جوه البوكس، لا انت بتلعب على مصطفى بس. فعرضيات كتير قوي ملهاش اي لازمه خالص. كروس محمد حمدي اللي كان جيد على راس زيزو طبعا، الفرصه اللي اهدرها، واعتقد زيزو غمض فهو ما وجهش يعني، حط فيها قوه اكتر منها توجيه. محمد صلاح غايب في 90 دقيقه لحد ما ظهر، ودي خبره بقى، ودي خبره اللعيبه الكبيره يعني، ان انت ممكن في لقطه واحده تفنش الماتش كله. المره الوحيده اللي صلاح قطع قبل الباك، استلم وحطه في ظهره، الباك طبعا شكرا مفيش. اللعيبه دي ابيض يعني بتاعت موزمبيق، استغلتها واحرزت وكسبت. آه، بس مفيش احداث تاني خلال الماتش. فوز يعني الحمد لله على الفوز طبعا، بس كان لازم الماتش ده يخلص سكور وتدي رساله للمنافسين ان انت موجود وان انت جاي تنافس. وانه منتخب تصنيف رابع زي زيمبابوي ارقامه سيئه جدا في افريقيا على مدار الست سبع نسخ اللي فاتوا، كان المفروض الماتش يكون غير كده وما تصعبوش علينا. يعني اذا كان قدام زيمبابوي احنا بنعمل كده، وما قدام انجولا او جنوب افريقيا هنعمل ايه؟ أه بس ما عنديش حاجه تانية ممكن اقولها. في النهايه بقى، طبعا زي ما قلت في بدايه الفيديو، ده اول فيديو على اليوتيوب بعد سنين، 7 سنين اهو. كده كده مش زي ما قلنا الديكور اللي مش احسن، مفيش ديكور اصلا، دي اوضتي عادي.
ممكن المايك ما يكونش احسن حاجه، الكاميرا كواليتي مش احسن حاجه، السبوت لايت دي مش احسن حاجه، بس هي بدايه. والحاجه اللي ممكن اوعد بيها ان شاء الله ان هيبقى في استمراريه وكونسيستنسي في الكونتنت ده. واخر حاجه بقى واهم حاجه عشان صحابي موصلني عليها، ما تنساش تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب وفعل الجرس، لان بكره هينزل فيديوهين، فيديو عن مجموعه من المجموعات، مجموعتين من المجموعات، وهكذا على مدار الايام اللي جايه عشان نلحق، بان احنا بدانا متاخر على البطوله.